لو عاوز تنظف الكاتل اللي بتغلي فيه المية بسيطة، هات شوية كركديه وحطهم جواه واغليهم وسيبهم ساعة، وبعد كده اغسله وهتلاقيه كأنه لسه جديد، بيلمع ونضيف. طيب لو عاوز أطهر نفسي من الذنوب اللي عملتها وأخفف المعاصي اللي عندي علشان ربنا ييسر حالي، لأن الحال واقف ونفسي ربنا يرضى عني، أعمل إيه؟ النبي صلى الله عليه وسلم علمنا حاجة بسيطة وسهلة قوي، وهي إن الواحد لما بينام متوضي ومن أول لما بيحط راسه على المخدة، ربنا سبحانه وتعالى بيكلف ملك من الملائكة يفضل يدعي له طول ما هو نايم ويقول: اللهم اغفر لعبدك فقد بات طاهرا. جبال من الحسنات هتكسبها وعداد ذنوب هيتراجع طول ما انت بتعمل حاجة هينة زي دي، ولو علمتها لغيرك ربنا سبحانه وتعالى هيعطيك ثواب قد الثواب اللي هيعطيه له من غير ما ينقص من ثوابه شيء. طهر روحك بالوضوء قبل النوم واجعلها لنفسك عادة، لعل بسببها قلبك ينضف ويطيب ويرجع تاني صافي زي اللبن الحليب. سلام عليكم.